أولا دعني أقول اللي اليوم تنوعت على خلاف جميع التحركات السابقة، تنوعت الأطياف السياسية المشاركة. أنا لا أعتبر أن هذه المسيرة هي خروج على المألوف، هي حلقة من حلقات بدأناها منذ كنا مواطنون ضد الانقلاب ندعو إلى التحرك في الشارع. إذن اجتمعت كل الأطياف المختلفة على أن لا بد أن نقول لا لهذه المهزلة ولما بلغت إليه الحياة السياسية والقانونية في تونس. هذا التحرك اليوم أردنا من خلاله أن نعلي صوت الشارع، أن لا نبقى نخبا تصدر بيانات وتصدر نصوصا. اليوم الشارع يتحرك، ربما يكون العدد على غير المأمول، ولكن نعتقد أننا ارتجينا من خلال هذا التحرك الكيف أكثر من الكم. طبعا تشوف نحن الساعة موقفنا من الانتخابات اليوم لا يختلف عن كثير من المحطات السابقة. لا تنسى أننا تغيرنا من الموقف، نحن اعتمدنا سياسة المقاطعة ونجحنا في ذلك. اعتلت السلطة مؤسسات لها تعتقد أن لها شرعية قانونية، ولكن في داخلها لا تعتقد أن لها شرعية شعبية وليس لها امتداد شارعي من خلال الأرقام. ارتأينا أن نشارك في الانتخابات الرئاسية لأننا كشعب تونسي نحن نحترم الانتقال السلس القانوني للسلطة. أردنا من هذه المحطة أن تكون قطعا مع الانقلاب وقطعا ل3 سنوات عجاف سيئة، لا ديمقراطية ولا تنمية ولا أي شيء. أردنا أن نغير من الواقع بالمشاركة في هذه الانتخابات، هكذا أردنا لها. ولكن يبدو أن خوف السلطة السياسية من هذه المسألة هي الذي جعلها تفرغ هذه المناسبة الانتخابية من قيمتها. هي تريد منها تزكية لها، أحست بالخطر الكبير، منعت 3 مترشحين وغيرهم لهم كل الشروط في أن يشاركوا في السباق الانتخابي ولم تشاركهم في ذلك. مترشح مهم جدا ومراهن جدي على السباق الرئاسي الآن يقبع بين جدران السجن ويقع التنقل به من محكمة إلى أخرى، وصولا إلى إفراغ هيئة الانتخابات من قيمتها الاستقلالية، وتحولت مثل ما تحولت إليه جميع السلطات إلى وظيفة.